السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة ألولا. اليوم إن شاء الله فكرة سهلة ومبسطة لتقديم سلطة الرز. بسم الله. أول حاجة عندي هنايا غرفية ديال الرز اللي غسلته مزيان ودرتو يتسلق مع الماء الكافي والملح. فاش كيتسلق كنصفيو. عندي هنايا ذرة مايس، فلفل مقطع ألوان، شوية حمر وشوية خضر، الملحة، البزار، طون ديال الزيت، مايونيز، وكنضيفو شويه ديال الخل للتنسيم. بسم الله. نبداو نضيفو المقادير. هنايا ضفنا المايز، من بعد كنضيفو الفلفله. هاد السلطه كتجي ساهله وزوينه ومكوناتها موجودين في كل دار تقريبا. كنزيدو نضيفو الطون ونضيفو كذلك المايونيز باش كنجمعوا هاد السلطه ديالنا، بالاضافه للخل وواحد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. كنجمعوا المكونات وكنخلطوهم مزيان. صراحه هاد السلطه سهله ولذيذه بزاف في المذاق، تقدري توجديها للضيوف ولا للدار. البنات اللي جربوها ولا غادي يجربوها ان شاء الله ما ينساوش يخليوا لي تعليق يقولوا لي كي جاتهم. بالنسبه لهنايا السلطه ديالي رافقتها مع بطاطس ومع هاد لي كروكيت دوك ديال السمك اللي كيكونوا موجودين. كيجي طبق زوين فيه سلطه، فيه كروكيت وفيه بطاطس اللي كتكون هنايا سلقتها وحمرتها في شويه ديال الزيت وديال الملح والبزار وديال الثوم. طبق كيجي زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. ما تنسونيش باللايك واشتراك الى عجبكم القناة ان شاء الله لمزيد من الدعم. شكرا لكم بزاف. في وصفة اخرى ان شاء الله.